السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد والكرة مع الكويرة. أنا بقول للكولر يا ريت تعتزل من دلوقتي، ما تستناش بعد كأس العالم. أنت أحسن خطوة تاخدها إنك تعتزل من دلوقتي، ما تستناش بعد كأس العالم. والله إيه التأليف اللي أنت بتعمله ده؟ إيه التأليف ده إيه ده؟ أنا مش عايز أقول الألفاظ والله العظيم. إيه التأليف ده؟ إيه ده؟ ده منظر. حتى المهاجم الوحيد اللي عندك مش عارف توصله بكورة واحدة طول الماتش، طول الماتش يا مؤمن، طول الماتش مش عارف توصله بكورة. ايه ده؟ ايه التأليف اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ وايه التغييرات اللي انت بتعملها دي؟ وايه التشكيل اللي انت نازل بيه دوت؟ ايه المنظر ده؟ ايه المنظر المقزز اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ اقسم بالله الواحد حرام يقعد ساعتين قدام ماتش زي ده، حرام نقعد نتفرج على شوية لعيبة زي دي. ايه ده؟ انت نازل ايه ده؟ بيرسي تاوي اللي انت بتلعبه ده، واحمد نبيل كوكا اللي انت سايبه في الملعب ده. فرقه بتلعبك طول ال 97 دقيقه ولا ال 100 دقيقه اللي انت لعبتهم، بتدافع قصادك. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ يا عم ده انت بيض. اقسم بالله ده انت مفيش، انت واقف على الخط فاقد الذاكره، فاقد الذاكره. سايب لي امام عاشور في الملعب بيعمل ايه؟ نفسي اعرف امام عاشور في الملعب بيعمل ايه. انت عندك امام عاشور عمال يشوط، كل همه ان هو عايز يشوط شوطه تيجي جون، يشوطها سم بقى تيجي جون. هو ده اللي في كوره جوه السته يا راجل، جوه السته يا مؤمن. في الدقيقه كام؟ في الدقيقة 50، في الدقيقة 50 في بداية الشوط الثاني. مش محتاجة ان عمال تتنطع وتعزق لي في امها وتشوطها في الاخر تشوطها لي بره في الدقيقة بره. والشوطة الثانية في الدقيقة 56 من بره ال 18، شوطة خلف الجون بيعملها لك كده وقام جاي ماسكها. والشوطة الثانية في الدقيقة 82 برده من بره ال 18 برده. انت ايه يا عم؟ انت كل اللي في دماغك عايز تجيب جون وتجري وبتاع. ايه يا عم؟ فكك يا عم من البره. طول ما انت ما بتفكر بره وربنا ما هتنفع، والله ما هتنفع. وصانع اللعب اللي عندك بتطلعه ليه؟ ليه بتطلعه ليه؟ وايه تغيير يحيى عطية الله دي؟ انت عملت شلت باك شمال حطيت باك شمال بس، مفيش وينج بيلعب قدامه هناك، مفيش وينج. انت قالب الملعب كله يمين هنا. حسين الشحات ينزل يلعب يمين، بيرسي تاو كان يمين، وامام عاشور اللي هو اصلا كان مع التيشيرت كان بيمين برضه يمة اليمين. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ في انت بقيت من اهل اليمين؟ انت بقيت من اهل اليمين خلاص يا عم كولر، بقيت من اهل اليمين دلوقتي. ايه ده؟ وعمر الساعي مكان قفشه ليه؟ مكان قفشه ليه؟ ليه مكان قفشه ليه؟ ما تطلع يا عم احمد نبيل كوكا. يا عم انت بتطلع مروان عطيه ليه اصلا؟ يعني انت دلوقتي بتطلع مروان عطيه ليه؟ وبتنزل مكانه سمير محمد. انت بتطلع مروان عطيه ليه؟ ما تسيبه يا عم، هو اللي في الملعب، هو اللي بيدافع الوحيد في الملعب معاك. ما تسيبه، سيبه يا عم. وانت نزلت حسين الشحات، حطه من الشمال، حطه من الطرف بتاعه يا من الشمال. الوينج الوحيد اللي سليم معايا وبيلعب، حطه يا من الشمال. ده اللي بيخليك تلعبه يا من اليمين. انت بتلعبه يا من اليمين ليه؟ انت قلب الملعب كله يمين ليه ومضيق على نفسك ليه؟ ما بتلعبش وينج يا عايز تنزل كلام الدبيس ما تنزله قدام يحيى عطية الله، يبقوا الاثنين قدام بعض. بتطلع لي ده وتنزل ده، بقى انت عملت ايه؟ شلت ده وحطيت ده، ما انت ما عملتش حاجه. لعيب مكان لعيبه خلاص وشكرا. ايه ده؟ ايه واكرم توفيق اللي هو بيعمله ده؟ ده ما فيش يا راجل اوفر طول الماتش. هو ده الباك اليمين اللي عندي؟ ده انا لو جبت عيل من الاشين يلعب احسن منه. وهو باين من اول كوره، من اول كوره باين، وباين ان هو تعبان. حتى المهاجم اللي عندي كفران رايح هنا وهنا ويضغط هنا. ايه يا عم ده يا عم؟ ايه ده؟ مهاجم بيلعب، مهاجم واحد اللي عندي بيلعب، وفرقه بتدافع طول ال 100 دقيقه اللي احنا لعبناها، وعمال هو يطلع بره ال 18 ويستلم ويجري هنا. بيهد حلو على، اقسم بالله بيهد حلو على وانت. امال اللعيبه اللي تحت منه دي بتعمل ايه؟ وانت واقف على الخط بتعمل ايه؟ لما انت مش لاقي حلول واقف على الخط بتعمل ايه؟ ما تسيبها وتمشي. ده ماتش زي ده يطلع تعادل وفي الدقيقه كام؟ في الدقيقه 87 يحسب لك ضربه جزاء. ضربه جزاء علينا. دي ضربه جزاء حكم. انا ما بحبش اتكلم في التحكيم، انا ما بحبش اتكلم في التحكيم عشان في اخواتنا بيزعلوا مننا. اكبر قلعه رياضيه في مصر. ده منظر، ده منظر فرقه. انت اصلا معاك حسين الشحات من اول الماتش ليه؟ ده لو بيلعب جناح شمال من اول الماتش كنا كسبنا. ايه ده؟ ادي انبي اللي خسرنا 6 7 ماتشات. ادي انبي اللي هتسارع على الهبوط السنه دي. انبي دي هي ميعادها كده، شكلها كده السنه دي كده هتهبط. ادي انبي بتاخد منك نقطه، وكانت هتاخد ال3 بونت بس لولا ستر ربنا ماشيه معانا بالستر. وتيجي بس تتكلم اي واحد قال هو بعد الماتش هنعمل، قبل الماتش هنعمل ايه مع انبي، يقول لك يا عم ده يا عم انبي ايه يا عم؟ ما المشكله مش في انبي، المشكله فينا احنا. يعني المشكله فينا احنا مش في انبي. يعني انا كنت بتكلم مع ناس النهارده زمايلي وكده،
بقول لهم هنعمل ايه مع انبي النهارده، بقول لهم ربنا يستر وبتاع يقول لك يا عم ده ايه اللي انبي يا عم، انبي ايه يا عم؟ المشكله فينا، انا مش خايف من انبي، المشكله فينا احنا، لان انا عارف المدرب بتاعنا، انا عارف المدرب بتاعنا. نبيل كوكا يا عم اللي بقاله سنه ما بيلعبش جاي تلعب، انت مش عارف، انت غريب ولا فاقد الذاكره ولا انت ايه ظروفك؟ يا راجل ده انت طول الشوط الاولاني مفيش الا كره واحده عليك في الدقيقه 20، كره واحده مرفوعه من يمه الباك الشمال بتاعهم من نص الملعب، وعندنا اتنين ورا، رامي كومباني مفكر نفسه كومباني وياسر ابراهيم واقفين، والواد هيحطها بدماغه جوه الجون، الواد هيحطها بدماغه. اسمه ايه ده، كالوشا ولا احمد نادر حواش؟ ايه ده؟ ولا دفاع ولا هجوم ولا خط نص ولا حياه لمن انتوا نادي. وبيرسي ده واحد كاره نفسه، وانتوا عايزين تمشوه. يا عم انت بتلعبه ليه؟ يا عم ما انت، يا عم شوف لك اي عيل من الناشئين وربنا هيلعب احسن منه. عندك سمير محمد نزل لعب اهو، بس بعد ايه بقى؟ انت ما انت مطلع الصانع لعب اللي عندك. انت يا تلعب ب 2 8 1 6، يا تلعب ب 2 6 1 8، يا مش فاهم لك، انا مش فاهم لك حاجه. انت خلاص، انت بص خليت دماغ الواحد تضرب كده. اه والله خليت دماغ الواحد تضرب في بعض كده. ولا الواحد بقى عارف 6 من 8 من صانع لعب من مهاجم. يعني عندك الفاول اللي جالك من بره، انت مش شايف الدقيقه 84 لو يحيى عطيه الله موجود في الملعب هيحطها جون؟ انت كنت مطلع، انت بتطلعه ليه اصلا؟ ده باك شمال، بتطلعه عشان انت نازل باك شمال تاني؟ انت كده مدرب عبقري، انت كده مدرب عبقري والله، اقسم بالله انت مدرب عبقري عبقريشن. وعايز تعتزل بعد كاس العالم؟ لا انا انصحك تعتزل من دلوقتي، اعتزل التدريب من دلوقتي واقعد، بلاش كاس العالم بالله عليك، مش عايزين نتجلط عشان الواحد تعب منك. ماتش زي ده والله حرام الواحد يوم من النوم يتفرج عليه، والله العظيم حرام الواحد يوم من النوم يتفرج عليه. مش عارف اقول لكم ايه، مش عارف، نقعد نضيع في نفسنا وفي الاخر نيجي نقول ايه، اصل التحكيم عمل للزمالك، التحكيم مش عارف ايه وايه. يا عم شوف نفسك وبعدين بدور على التحكيم، شوف نفسك وبعدين بدور على التحكيم. ايه ده، ايه الاداء ده؟ ده لو مركز شباب يلعب احسن منكم، قسما بالله لو مركز شباب يلعب احسن منكم. انت منزل حسين الشحات بتلعبوا له يمين ليه؟ الدنيا كلها يمين، انت بتلعب، ما تلعبوا يا عم على جناح شمال يا عم، تلعبوا جناح شمال يابا. انا مش عارف انت بتعمل ايه يابا، انت بتخترع ليه يابا؟ انا مش عارف والله العظيم انت بتخترع ليه يا راجل. يا راجل بقى غور يا راجل من وشنا، غور من وشنا بقى، غور من وشنا يا راجل. والله العظيم ثلاثة الواحد ما عارف يقول ايه، الواحد مش عايز بص الواحد متملك اعصابه بالعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.